صار شي نص ساعة هون تقريبا. أنا مشكلتي ما بدي نعمل قهوة. تراك تجي من قيمة العمل قهوة لأنه عم منتج أنا وبيتشو. بيتشو مشغول برا مع العمال عم يظبطوا المي والزرع. أنا قلت بس أعمل قهوة على حسابي هو كمان قهوة لا ماشي. أنا بصراحة بدي صحصح هيك بدي أقدر سكر. ما رح افتح هذاك الغاز يابا. لك جيب لك جيب لك ما عاد تطلعوا شو مشربكين هدول يا الله. أنا ما بستخدم هذا الغاز الكبير كتير للقهوة. هو هيك أحسن. بستلف لها قلبتين. صار يمكن شي 3 أيام ما شربت نسكافيه بتعرفوا؟ إذا بعمل لي كاسة هيك لصحصح. واخيرا خلصنا مونتاج. لهذا السبب غبنا عنكم هالفترة. نعم يا بابا شو بدك؟ ما شبعنا لعب نحن؟ شو يا اجري انا؟ ما شبعنا لعب نحن؟ ها؟ خلصنا مونتاج وراح ننزل الفيديو بعد ساعة تقريبا، ساعة وشوي تقريبا، بعد شي ساعة وربع. والله لو مأجلينه لبكرة بس. خلص راح ننزله سيد راسي. داي بدي اعمل له بيتزا انا. داي يا عمري قد الفارة وصوته معبي الحارة. اجت شو بدي اعمل لك داي يلا العبوا مع بعض. داي وكمان كانت انست الاولاد هون، المس كانت هون واعطتهم هي بتجي بالاسبوع 3 مرات، فيا حرام ما لحقوا يرتاحوا، درسوا كل شيء وهيك. بعدين اعطيتهم الايبادات خلي يلعبوا شوي، الايبادات اللي عندهم تبع اللعب خلي يلعبوا لهم ساعه بساعات ونطلع نشوف شو عم يعملوا. يعني الولد نقعد نحشر وقته كله دراسه، يعني فايق من الساعه تقريبا 5:30 6 الا ربع فاقوا راحوا لسه ما لحقوا يرجعوا على البيت، راحوا على المدرسه ما لحقوا يرجعوا على البيت. يعني غسلوا واكلوا واجت الانسه كمان هلا راحت، يضل معهم ساعتين بده يروحوا يناموا. حرام على 9 بيناموا، هلا الساعه 7. مرحبا جاجاتي يا ابطال. ايش عم تعمل؟ عم بحكي مع هذا علقان معه. علقان معه؟ بلشنا مشاكل؟ وانت مع مين علقان؟ علقان مع اللعبه؟ شو هاللعبه هاي؟ ورجيني هلا شوف. روبلوكس. ها؟ روبلوكس. روبلوكس؟ ورجينا لشوف. عم تقتل؟ ايه هدول بتاعتي. يلا ها شوي ونزلوا لتحت مشان اشوفكم. قال اجى واحد قال رقيناه مساعد وكل شيء وشاف الكلاب بطل تفاعل بده يطلع، قلت له علينا اعطيناك اكبر من حجمك. بيعرفوا يجاوبوا. يا فرحتي. وين ابطال شو؟ خارقين هدول. ابطال الخارقين؟
وانت مو لازم يكون مخك خارق براسك بالدراسة. بدك هلا مين اللي درس اليوم احسن؟ انت ولا هو على الذمة والضمير؟ انا. حركوا بس هالمرة ضميركم. بس مرة واحدة حركوا. انا بس مرة حركوا. ما عندي ضمير. لك عندك ضمير بس انه حركم احيانا بصير ضمير عنزي فبدي اتحرك بس مرة واحدة. طب اللي بقول اول انا لكن هو الدرس. لا ما هو اللي بيقول، اللي درس يقول حبيبي، اللي بيقول كمان هي اللي بيقول اول. انا ورجوني لشوف ايش حليتوا. خلوني. ايش كنتوا عم تاكلوا يا شيف انت والانسه؟ ايه الانسه اصبحت حتى ايوه اطلب كل شغله. يعني مجاوب صح لحتى طعمته اكلات؟ ها؟ ليش حسه ما هو مجاوب صح؟ مجاوب. اخ ضربني على بطني شايف؟ طيب ايش اصطخ مع كرشي يا ابني؟ اتركه بهمه. يعني ما بعرف حسك مالك مجاوب مزبوط. انا بابا ورجيني انت في ورقه ورجيتني اياها، خليني اشوفها وينها. بابا انت كرشك عايف حاله شوفوا خط احمد بالعربي اليوم، ما كتبت شيء بالانجليزي بابا؟ لا. وين ايش كتبت ورجيني؟ هذول شخابيط جيج هذول ايش؟ مثل خراميش الجيج. كيف كنت كاتب ورجيني لشوف ايش كاتب. بالمدرسه. يوم الثلاثاء الماضي كان يوما مميزا، فاجأنا معلمتنا شو بتنظيم رحلة إلى القرية العالمية. لا هون كان خطه ما كتير منيح، فهون علمته شلون. هلا هون عندهم طلعوا بالإمارات العربي شايفين ازاي لازم يكون تحت السطر، شايفين الياء تحت السطر هيك عندهم. شوفوا اللام كيف. استغربت من هاي الشغلة الياء. استغربت كمان. ايه لأنه أنا بعرف يعني حتى الراء كمان شوفوها وكرروها. الراءين وين؟ هلا عم ترجع بس هلا بالعربي عم مشان يكتب مثل ما بيعتمدوا هون. شايفين أكثر هاي ثم نظامية مميزا. شوفوا ازاي وين محطوطة، يعني ازاي تحت السطر. نحن عادة بيكون فوق السطر. شوفوا شو حتى يوم مميز. يوم الثلاثاء الماضي كان يوما مميزا، فجاءنا معلمتنا بتنظيم رحلة إلى القرية العالمية. ايمت رحت على القرية العالمية ما قلت لي؟ ايمت رحت؟ ما رحت. هذا واحد ايش الكذبة لا ما بتكذبوا بعدكم تكذبوا. صعب تطالع على المواضيع من الموبايل قصدي التلفزيون. هي قصدها تعلمون. ايه فكرت راحوا ما اخذوني معهم. يلا بتحبوا تروحوا على القرية العالمية يوم الجمعة؟ ايه شو قرية؟ القرية العالمية هي فيها قصص رهيبة باخذكم عليها. بابا لا اذا قصص ما بدنا نحن بدنا اوتيل. لك فيها شغلات حلوة القرية العالمية، بس بشرط اذا المس سمحت لي. انا خبرتها اليوم قلت لا انا كل جمعة باخذهم. يعني شوفوا شاد ابني هيك مؤدب مهذب وماسك الايباد وابوه هون ولا كان عم بحكي مع الحيط. شوفت عينكم ايش بدي اساوي. فانا اذا قالت لي المس شاطر وبيستاهل انك تاخده مشوار فانا رح اخده. زنبوط ولا مو زنبوط يا ابني؟ زنبوط يعني مزبوط يعني مزبوط. حشرة الساعة حشرة. عندي مصطلحات انا غريبة. فيا ابني انا مثل ما بتقلي المس بعمل. يا رب تقول لي لا تاخده مش بدفع مصاري يعني. بابا مفكرنا ما سمعناه. ايش بك انت؟ بتحول. عم تتحول؟ بابا اذا تحولت ما تعرف. ايش شو؟ انا بتحول لزومبي. انا بدي اياك تدرس لانه عم بسمع اخبار ما منيحه. اليوم حكوا معي قالوا لي لازم ايهم نتعب عليه اكثر من احمد. هيك بصراحه لازم يشتغل على حاله اكثر. هو بيتعلم، هو شاطر. قالوا لي ذكي. قالوا لي هو ذكي. عرفتوا؟ يا حبيب قلبي ابو حسين. فقالوا لي انه هو شاطر مثل احمد بس بده يعني حدا يعلمه. فهلا المس بتعلمه. بابا ماله معي. لا حرام. لا حرام. طيب بعد ايش بقى؟ لا تفشوني من على الدرج والله لا تكسروني انتو. يلا خلص روحوا خلصوا الساعة روحوا يلا حاجتكم اليوم.
يلا ايه شكرا بوس بهالكرش لك. يلا خلص لك ماشي ولا خلاص. ليش كرشك تعبان؟ حرام عليك عامل دايت. ماني عامل دايت، لا نظام غذائي يا ابني. طيب ليش نظام عامل غذائي. نظام غذائي؟ كرشك هلا عم يبكي. صحيح شوف شوي. دمعته. شوف من كتر البكي طلع كهنة. صار من شوي طلع شيء اسود عم تشلته. صاروا عيونه طيب بكي. طيب خلصوا لعب بالايباد وانزلوا خلوني اشوفكم ساعة قبل النوم، ماشي؟ بكون انا حملت الفيديو ونشرته على قناة العيلة. فيديو اليوم كتير حلو مع العفاريت الاثنين. يلا لا تطولوا مشان عيونكم، ما بدي كتير تطولوا مشان عيونكم سيد راسي. مش بدي اسوي الولد مخه باللعب، بس انه حقه يعني صار له من الساعة 6:30 سيد راسي، من الساعة عفوا 5:30 لهلا طلع شقة الساعة، صارت الساعة 7:15. ايه ايش في؟ ما نضغط عليك هلا اليوم صدفت لأن المس اجت كمان اليوم هاي. فهي ايش بدك تعملي ننوش؟ ايوه بدك تعملي البيتزا؟ كمان بيتزا بالله. ايه ابعثي معهم بكره بيتزا بحبوها. كنا بدكم بيتزا على ايه؟ بالمدرسة أكل المدرسة ما حبوه. على فكرة قد ما كان الولد يعني بحب روح على الننوش مشان تساوي لكم طريقة بيتزا. بدك تساوي شيء غير شيء؟ تعمل لهم كاستر يمكن كمان. كاستر ما انبعت على المدرسة. حمار مع المدرسة الصبح ياكلوا مثلا ما يطلعوا على المدرسة. بس الوقت بدك يفيقوا قبل بوقت يعني. لا لازم في قبل الوقت يا بشرب. حبيبتي ساوي لهم اكل اطيب. او بشرب ميلو او شيء، هذول طلع ميلو حاطط فوق ونسيان كمان. طيب ساوي لهم شو اسمه؟ ساوي لهم زعتر محمرة هاي القصص عرفتي؟ عملنا هاي عجينة تصير كل انا المشكلة ما بحسب. ساوي لي على الشوفان انا ما بيأثر. على خبز الشوفان ما بيأثر. عندك طحينة كفي؟ عندي كفي هذا. طيب شو في؟ مش شو طلع صار؟ من هاي لك نملة؟ الكلام من هاي عم تقشر. اوكي نغطيها. جهز لكم الفيديو اشوف شو صار معه. بس عم يعمل اكسبورت. عملنا له المونتاج بس عمل اكسبورت بحمله على اليوتيوب نص ساعة مفروض يخلص ولسه بده والله لسه بده شوية وقت ما في بكشلي. والله انا دواي حطيته بتعرفوا دقيقة بابا دقيقة. انا دواي حتى صار عندي 2 اضافيات يعني رجعوا اعطاني نوعين للحارق بس ما بعرف واحد نعسني حاسس حالي عم بنعس بس عم باخده. شوفوا كم واحد صار. هدول الجدد قال لي بدك هدول طبعا كله اعشاب كله عشبي يعني ما في شيء كيميائي ولا شيء لا سمح الله. فانا شو بعمل؟ بحط ال4 هون هدول كل واحد بخلص منه ايش بعمل؟ بشيله بحطه هون انه هذا انتهيت منه. هلا بكره برجع بشيل من هون بحط هون عندي بالمكتب بضلوا تحتين. بتذكر اني انا ما اشرب دواء. بدك تستنى مرتك بتزلك هاتوا لنشوف اذا بتعطيهم الفيتامين د للاولاد ولا لا. بالله بابا ايش يعني نوب؟ نوب يا نوب والله ما عرفتها شو هي. ما مين عم بقول لك اياها؟ واحد كتبوا لك اياها بالهي يا نوب. والله ابني ما بعرفها. ما بعرف يا نوب ما بعرف بس انا بتذكر سؤال انت عم تعطيهم الفيتامين د حبيبتي؟ لل4 بس اليوم ما اخذوا. ايه وين متعربش ولا بده يساعدني. طردته انا ما بعرف ايش يعني بطل. يا نوب بس ما تكون مسبق عليكم عم سبك في ابوك ولاك. لا ما مسبق لا كان يكون عم بشتمك لك. لا هي واحد هلا تذكرتها بيوتيوب بشوفه واحد ماله محترف. قصده انا مالي محترف بالله. ايوه يعني مثل عم بقول لك يا طشم مثلا او شغله ما عليه شيء يعني هيك يكون عم بسبه. لا يكون جبت لي مسبه ولاك جاي تجيب لي مسبه. ايش بده ايش عم تساوي بابا؟ ايش بدك فيها الشغله سيد راسي؟ ايش بدك فيها الشغله يا حبيبي؟ ريح جمالك صح لك وانت قاعد تبلع تاكل. ايش بدك احلى من هيك؟ يعني اليوم بدك تعطيهم الدواء ولا لا؟ بدك تعطيهم والله